اهلا وسهلا، السلام عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ مزيانين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه، يدخل عليكم سيدي ربي بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا جبت لكم مقرط الكنافه معسله جديده وراقيه، ان شاء الله تعجبكم. خليكم معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبدا بها هي غادي نعبروا السميده. عندي هنايا زلافه سميده غليظه. بنفس الزلافه غادي نعبر جوج زلايف السميده اللي كنستعملو في الحرشه، سميده متوسطه. انا هنا عبرت بالزلافه، بغيتو تعملوا القياس صغر من هذا عبروا بالكاس. عاوتاني نفس الشيء كتعملوا جوج الكيسان د سميده متوسطه اللي كتمشي في الحرشه، وواحد الكاس سميده غليظه. غنزيد الزلافه الثانيه، صافي. وهنايا بنفس الزلافه اللي عبرت بها السميده غادي نعبر بها خليط ديال الزبده والزيت. عندي هنايا نص زلافه الزيت، غنزيد عليها نصف اخر د الزبده مذوبه وتكون مصفيه. دابا غادي نخلط داك الزبده والزيت مع السميده، وغادي نبقى نبسس بداك السميده حتى نحسو بداك الزيت والزبده لبسنا داك السميده كامله. وغير بالصبعين ديالنا كنبسوها بلا ما كنعجنو ولا غير كنبسو داك السميده في الزبده والزيت. انا هاد الخليط غادي نغطيه وغادي نخليه يبات ليله كامله عاد باش نعمل له باقي المقادير. نتوما اذا كنتم مزروبين فيه خليوه يرتاح واحد الساعه د المكانه ولا ساعتين د المكانه وخدموا فيه. صافي كيف ما كتشوفوا هي السميده كامله تلبست لي بداك الزيت والزبده. دابا غادي نغطيه ونخليه يبات ليله كامله عاد باش نكملوا الخدمه د المقروط ديالنا. بعد ما خلينا الخليط السميده يبات ليله كامله غادي ندوزو نشوفوا المقادير الحشوه. عندي هنا 300 غرام د اللوز اللي حمرته في الفران بالقشره ديالو وطحنته. عندي معلقه كبيره د الزبده، معلقه كبيره د مربى د الخوخ، غنحتاجو 2 معالق كبارين د المزهر، و2 معالق كبارين د الحليب مركز المحلى. وعندي هنايا 100 غرام د بودره د اللوز او اللوز اللي سلقته وطحنته. غنحتاجو معلقه كبيره د الزنجلان اللي يكون محمص شويه ومعلقه د القرفه. صافي هنا غادي نخلط العقده ديالي. عملت داك اللوز والزنجلان مربى د الخوخ، ونزيد الزبده، حليب مركز المحلى، غنزيد معلقه صغيره د القرفه، وغنزيد داك بودره د اللوز اللي 100 غرام د اللوز من بعد ما سلقته وطحنته مزيان، وغنزيد داك 2 معالق كبارين د المزهر. صافي وغادي نجمع العقده ديالي. بعد ما كتجمع لي العقده كتكون على هذا الشكل هذا، غادي نعمل منها كويرات صغارين بهذا الحجم هذا. صافي وغنستمر في تكوير العقده ديالي حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. خليط السميده من بعد ما دزت عليه ليله كامله، دابا غادي نزيد فيه باقي المقادير. غادي نزيدو فيه نص معلقه صغيره د القرفه، نص معلقه صغيره د السمن، غنزيد معلقه كبيره د سكر سنيده، 2 معالق كبارين د الطحين. صافي غادي نخلط هادشي كامل مع بعضياتو. كيف ما كتشوفوا كنبسس غير بالصبعين ديال يدي، ما كنعجنوش، غير كنخلطو وغادي نجمعو بالماء والمزهر. عندي تما زلافه د الماء والمزهر، واذا كان باقي خصنا الماء غادي نزيدو الماء عادي. كيف ما كتشوفوا غير بالصبعين ديال يدي كنبسو داك السميده مع باقي المكونات، وغادي نبدا نجمع بالماء والمزهر. ما كنعجنوش، غير كنجمعو بالصبعين ديال يدنا. صافي هنايا كملت داك الزلافه د الماء والمزهر،
وغيكون باقي خصني شويه د الماء وغادي نزيد الماء عادي. كيف ما كتشوفوا العجينه باقا ما كتشبر لي شي. دابا غنزيدها شويه د الماء صافي. كنبقى نخلط حتى كتجمع لي العجينه. هنا من بعد ما كملت العقده بالتكوار كناخذ هنا الكنافه. عندي تقريبا واحد 300 غرام. غادي نعمل فيها معلقه كبيره سكر كلاصي وغادي نخلطها مزيان ونبقى نفكها من بعضياتها حيت بعد ساعات كتكون لاصقه بعضياتها. نبقى نفكها شويه من بعضياتها باش يجيونا غير خويطات. صافي. وغادي ناخذ 2 معالق كبار د الزبده مذوبه وغادي نلبس ديك الكنافه كامله بديك الزبده. صافي. دابا عندنا كلشي واجد باش نبداو نوجدو في المقروط ديالنا. هاد الدائره هي اللي غادي نطبع بها المقروط ديالي. غادي نبداو نعملو كويرات من الخليط السميده وضروري ما نسيسو يدنا في الماء والمزهر. كيساعدنا باش داك السميده كتجي ملبيه وما كيشوفش فيها ديك التشققات. وغادي نعمرو بداك عقده اللوز. القياس عملو اللي بغيتو، كبارين صغارين نتوما والقياس اللي بغيتو. صافي. هنا كنبقى نكور في ديك الكويره حتى كتلبى مزيان في يدي كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوزها في الكنافه. كيجينا المقروط كما كنعرفوا معلك من داخل وغزال وكيزيد ديك تقرميشه د الكنافه حتى هي كتجي مزيونه فيه. بالنسبه لهاد المقروط انا غادي نطيبو في الفران. بغيتو قليوه في الزيت قليوه في الزيت، ولكن من الاحسن في الزيت تقليوه في الشبكه. غير هو سوا قليتوها في الزيت سوا طيبتوها في الفران كتجي نفس النتيجه. غير كيبقى في الفران كيكون صحي اكثر. صافي. انا غنستمر هيدا حتى نكمل المقروط ديالي كامل. ودابا غادي ندخل المقروط للفران اللي عندي كيسخن 180 درجه. وفاش ندخلو المقروط يطيب نقصوا له 150. اي نوع ديال الفران يعني يسخن مزيان ومن بعد نقصوا له درجه الحراره باش يطيب لنا على خطر خاطره. هنايا المقروط من بعد ما خرجته من الفران كيف ما كتشوفوا خدا اللون ذهبي طاب وتحمر. دابا غادي نطفيوه في العسل اللي عندنا منسم بالمزهر. صافي. من بعد ما طفينا المقروط ديالنا في العسل، قلنا العسل ضروري يكون منسم بالمزهر. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيتعسلوا. دابا غادي نزوقو بشويه البيستاج من فوق تزيين. زوقو باش ما بغيتو. صافي. وهذا كيكون المقروط ديالنا واجد. صافي. وكنقدموا المقروط ديالنا بالصحه والراحه. اذا عجبكم فيديو اليوم وعجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي اعجاب وكذلك تعاليق ديالكم. وشكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في وصفه اخرى ان شاء الله وفيديو اخر.